السلام عليكم ورحمة الله. رسميا الفاف تحسم موقفها وتنتظر رد المدرب بيتكوفيتش. عنتر يحيى يعطي الموافقة الرسمية للانضمام إلى طاقم المنتخب الوطني. وإنجلترا تفوز على فرنسا في المباراة الترتيبية وريان شرقي الخاسر الأكبر. أهلا وسهلا بكم إخواني إلى هذا الموعد الجديد. إذا نبدأ بالموضوع الأول والذي يخص المنتخب الوطني الجزائري. الفاف رسميا أعطت كلمتها وقررت أن تكون الخيار الثالث الذي منحتها لها اللجنة الفنية التي انعقدت يوم الخميس. هذا الخيار الذي ينص على أن بيتكوفيتش سيبقى مدربا للمنتخب الوطني الجزائري إلى غاية كأس أفريقيا 2027. ونحن نعلم أن الهدف المسطر بين الطرفين في كأس أفريقيا هو الوصول إلى النصف النهائي. إذا وصل بيتكوفيتش إلى النصف النهائي فقد يكون حقق المطلوب، وهذا ما نتمناه. أما إذا لم يحقق هذا الهدف فسيكون الانفصال بالتراضي وبدون تعويضات من الطرفين، وبالتالي الفاف تضرب عصفورين بحجر واحد، لأنها لا تستطيع أن تعوض بيتكوفيتش عن تلك القيمة المالية الكبيرة. يعني تعطيه سنتين بمرتب 160 ألف أورو، كذلك بالإضافة إلى مساعديه لمدة سنتين يعني بدون أن يشتغل ولا يوم. لا نظن حتى بيتكوفيتش لن يوافق على فسخ العقد بالتراضي، لأنه هو أولا في نهاية مسيرته الكروية، وكذلك ظل لسنتين بطال يعني لم يتصل به أي منتخب، وبالتالي لن يترك هذه الفرصة. إذا الحل الوحيد هو أن يبقى في المنتخب الوطني، ولكن بشروط جديدة. هذه الشروط هي أولا إقصاء مساعده دافيد موراندي الذي رأيناه فقط في الترجمة، يعني مساعد مدرب لا يشتغل إلا في الترجمة، لم نرى أي لمسة له على أو لمسة فنية في المنتخب الوطني. كذلك رأينا استفزازاته للجمهور لما كان يهاجمهم ويتكلم معهم في أمريكا، وأيضا رأيناه في تصريحات عن المنتخب السويسري، وهو ما ستستغله الجزائر، لأنه لا يحق له أن يتكلم عن منتخب آخر وفق العرض أو العقد المبرم بين الطرفين. إذا الفاف ستفسخ العقد من جانب واحد. أكيد أن موراندي لن يقبل وربما سيذهب إلى الفيفا، ولكن الجزائر كما سمعنا أنه أخل بالعقد المتفق عليه. أيضا هل سيرضى بيتكوفيتش بإقالة موراندي الذي يعتبر أقرب أعضاء الطاقم الفني له؟ أولا مساعد، ثانيا أنه مترجم له، كذلك يستشيره في كل الأمور، رغم أننا لم نرى هذه الاستشارة. إذا موراندي سيتم الاستغناء عنه وتعويضه بعنتر يحيى، كذلك المساعد الثاني نبيل نغيز سيتم أو بالأحرى لم تتم تجديد العقد له، وسيتم تعويضه ربما برفيق صيفي أو كريم مطمور. إذا هذه هي قرارات الفاف التي أرسلتها إلى بيتكوفيتش وتنتظر رده. أيضا المحضر البدني الإيطالي تم التجديد له أو تم الإبقاء عليه، وكذلك مدرب الحراس تم الإبقاء عليه. الآن سنرى هل بيتكوفيتش سيرضى بالعمل مع الطاقم الجديد أم أنه سيطلب الانسحاب. رده لم يصل بعد، وينتظر أن يكون في هذا الأسبوع. ولكن المشكل حتى لو قبل بيتكوفيتش كيف سيكون تعامله مع اللاعبين؟ سمعنا عن خلافات كبيرة بين بيتكوفيتش وبعض اللاعبين، لا ندري هل هي إشاعات أم حقيقة. سمعنا عن مازا وأيضا شايبي. أيضا كيف سيكون تعامله مع الصحافة؟ لأنها بالتأكيد ستهاجمه في أول ندوة صحفية بسبب ما فعله بعد مباراة سويسرا. وأيضا والطامة الكبرى مع الجمهور، كيف سيكون رد فعل الجمهور لو يكون بيتكوفيتش هو قائد السفينة في أول مباراة في تصفيات كأس أفريقيا؟ هل سيكون الجمهور راضي؟ هل سيصفرون عليه؟ هل سيتعاملون معه يعني بصفة عادية؟ لا نظن. المهم أن الفاف قدمت تقريرها لبيتكوفيتش وهي تنتظر الرد. نتمنى أن يكون الحل في أقرب فرصة حتى يبدأ المنتخب الوطني الجزائري بإعادة هيكلته وبإعادة التحضير الجيد للمستحقات القادمة، ومن بينها كأس أفريقيا، لأن التصفيات تنطلق في شهر سبتمبر، يعني لا يوجد وقت. كذلك من بين أخبار اللاعبين المحترفين نبيل بالطالب على وشك الإمضاء في فريق إشبيليا الإسباني، فقد تبقت بعض الرتوشات والإمضاء النهائي. أيضا اللاعب غويري له اتصالات متقدمة مع نادي نابولي، ولو أن غويري لم يظهر أي شيء مع المنتخب الوطني لحد الآن. هناك أيضا نادي اف سي باريس الذي قرر الاستغناء على سمير شرقي والإبقاء على إيلان قبال. سمير شرقي الذي منذ إصابته في كأس أفريقيا هو أصلا جاء إلى المنتخب في كأس أفريقيا مصاب، ثم تجدد له الإصابة. منذ ذلك الوقت لم يلعب كثيرا، رغم أنه كان قطعة أساسية في نادي اف سي باريس. نتمنى أن يغير الوجهة
وتكون انطلاقة جديدة للاعب سمير شرقي. أيضا هناك أنباء على أن اللاعب الدولي الفرنسي أو في الفئات الشبانية للمنتخب الفرنسي خليص مراح الذي يوجد في نادي ليون قد أعطى الموافقة للانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري وهو في سن 18 سنة. هذه صفقة جيدة لو كانت لو حدثت بالفعل، ولو أنني أشك في هذا الأمر، لأن نادي ليون هو من أكثر الأندية عنصرية تجاه الجزائر، ولا لاعب جزائري كان في صفوف ليون واستطاع الانضمام إلى الجزائر. دائما ما يحصل له عراقيل كثيرة، رغم أن ليون لديه الكثير من المواهب من أصول جزائرية، ولكن يتم عرقلتهم بصفة كبيرة، لا يستطيعون المجيء إلى الجزائر إلا بعد مغادرة نادي ليون. لنعد الآن إلى المونديال. البارحة رأينا المباراة الترتيبية بين فرنسا وإنجلترا، كانت شبه مباراة تقريبا مباراة ودية، لأن اللعب كان مفتوح، الكل كان يسجل، المباراة تنتهي بنتيجة 6-4 وهي نتيجة كبيرة جدا. أيضا مبابي استطاع أن يسجل هدفين، وبالتالي يكون الهداف لهذه النسخة، وربما سيكون الهداف للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال 2022، بالإضافة إلى أنه تجاوز ميسي في عدد الأهداف، أن يكون الهداف التاريخي للمونديال برصيد 22 هدف، ميسي برصيد 21 هدف، ولو أن مبابي ما زال له يستطيع أن يلعب مونديال آخر، لأنه الآن في سن 28 يستطيع أن يلعب مونديال أو اثنين على حسب لياقته. كذلك لنعد إلى أمر آخر وهو المهم، ريان شرقي. البارحة أنا شخصيا كنت سعيد لأنه لعب أساسي ورأينا مستواه. كذلك فرنسا كانت خاسرة 4-0 لما كان شرقي يلعب، ويقال أنه حصل خلاف بينه وبين ديشون لما كانوا يشربون الماء في فترة الراحة القصيرة. قال له أنت على حسب الصحافة الفرنسية أنت تبطئ الكرة، يجب أن تمرر بأسرع، وهو ما لم يتقبله ريان شرقي. ثم التفت تركه المدرب ديشون والتفت إلى أوليسي وبدأ يشجعه، أنه لم يرضى على مستوى شرقي، والدليل أنه بعد نهاية الشوط كان من بين الخيارات أو التغييرات الأولى. والمفاجأة الغير سارة لشرقي أنه بعد حدوث التغييرات انتفضت فرنسا وسجلت 4 أهداف لتنتهي المباراة 6-4. الصحافة الفرنسية لم تترك شيء لشرقي، قالت أنه غير منضبط، أنه لاعب مزاجي لا يستمع لكلام المدرب، دائما ما يحتج. هذا هم الفرنسيين وعقليتهم، إذا كنت لاعبا جيد فسيقولون عنك فرنسي، أما إذا كنت خارج الإطار فسيتذكرون أصلك، سيقولون أنك جزائري أو سنغالي أو من أي جنسية، ينسون كل ما فعلته. والدليل الأكبر هو زيدان الأسطورة، رغم كل ما قدمه للمنتخب الفرنسي الذي جلب لهم كأس العالم سنة 98، ثم بعده في سنة 2006 أخطأ خطأ مع ماتيرازي رغم أنه شتمه، نسوا كل ما فعله وانهالوا على زيدان شتما وسبا. كذلك رأينا بنزيما رغم أنه كان متألق في ريال مدريد، إلا أن الفرنسيين وقفوا مع فالبوينا وتنكروا لبنزيما، وأيضا ما فعلوه مع نبيل فقير الذي رموه من النافذة، تنكر، هو خدع الجزائر وخانها فخانته فرنسا. الآن الدور على شرقي وكذلك أكليوش الذي لم يلعب إلا دقائق قليلة. هل ربما أكليوش لديه فرصة أن يغير جنسيته إذا وافق الجزائريون، ولو أنني شخصيا لا أريده أن يرجع. أما شرقي فهو الآن الصحافة الفرنسية كلها تهاجمه بسبب مستواه وبسبب ما يفعله مع المنتخب. إذا شرقي إذا واصل، خصوصا بعد مغادرة غوارديولا وربما تهميشه في السيتي، إذا واصل هذا الأمر فإنه نسخة جديدة من نبيل فقير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.